اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بمتابعين الحلوين. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي، هنعمل عجة القرنبيط. هتقولي عجة القرنبيط؟ ايوه، عجة القرنبيط بتبقى حلوة قوي وطعمها حلو قوي، وما بتكونش شاربة زيت، وبتكون مستوية. وهنعمل كمان معاها عجة البطاطس. وصفة هتكون مضمونة من غير بقى ما تسلق القرنبيط يطلع معاكي ني او القشرة تفصل منه، لا، هيكون مظبوط 100%. بس قبل ما ابدأ وصفتي، ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك يا جماعة. معانا 6 بيضات كبار. البيض ده انا بحطه على حسب ما انا عايزه، يعني على حسب ما القرنبيطه كبيره او صغيره. القرنبيطه انا عندي كبيره، وكمان انا هعمل كميه، هعمل بطاطس وهعمل قرنبيط، فهحتاج 6 بيضات، وهحتاج كوبايه لبن، وهيكون معايا كوبايه ميه. الميه دي لو انا احتجت على التتبيله تاني احط، بدل ما احط اللبن احط شويه ميه. هبدأ ان انا ارب الخلطة كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. هيكون معايا تتبيلة عبارة عن عبارة عن توم مفروم وطماطم وملح وكمون وفلفل اخضر. عايزاه بقى حراق، عايزاه عادي زي ما انت تحبي. ومعاه كمان توم بودرة وبصل بودرة وبابريكا. هخلط برضو المكونات كل مع بعض. هبتدي بقى ان انا احط الدقيق. الدقيق ده هيكون بالتدريج، يعني انا مش هحطه على طول. انا يعني مش بحدد انا عايزه قد ايه دقيق، لا، انا بحط الدقيق على حسب ما الخلطه تحتاج. عايزاها الخلطه دي، عايزاه ولا تبقى تقيله ولا تبقى خفيفه، عايزاها وسط، لاني انا هحط عليها ايه؟ القرنبيط، وكمان لسه الخضرة. هبتدي ان انا ارب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفينه كده. في الخطوة دي بقى هبتدي احط الخضرة. القرنبيط يا جماعة، انا بقول لكم ان انا محتاجتش كده مية، هي احتاجت بس كوباية لبن. هبتدي بقى في الخطوة ديت احط الخضرة. القرنبيط يا جماعة بيحب الخضرة كتير. الخضرة دي عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. هتقولوا لي كزبرة؟ في ناس ما بتحطش كزبرة، بس الكزبرة بتدي طعم حلو او ريحة حلوة جدا. هبتدي ان انا احط الخضرة كلها. كل ما بتديله خضرة كل ما بيديكي طعم احلى. هفضل برضو اقلبها في الخلطة كويس كده. بعد ما قلبتها هبتدي ان انا قبل ما احط القرنبيط هبتدي ان انا انقص منها، يعني ايه، اقسمهم جزئين، علشان الجزء اخليه للبطاطس، لعجة البطاطس، والجزء التاني اللي هحط القرنبيط فيه. هبتدي ان انا احط القرنبيط دوت انا كنت سلقاه. بتسلقيه بقى لحد ما يتهري معاك، وبعد كده تروحي جايبه الهراسه وتهرسيه، يطلع معاكي بالشكل ده. بعد ما عملت الخلطه رحت حط على القرنبيط على الخلطه. هبتدي ان انا اقلبه زي ما انتوا شايفين، ويكون معايا القوام حلو تقيل مش خفيف، علشان لما يتقلي في الزيت ما يفصلش مني. هبتدي بقى اعمله اقراص مدورة زي ما انت عايزة، كبيرة صغيرة زي ما انت عايزة. هيكون معايا زيت سخن مسخناه. هبتدي احط القرنبيط بالشكل اللي انتوا شايفينه. ما هتقولوا بيشرب زيت؟ لا، ما بيشربش زيت خالص، جربوا. هبتدي اخلص الكمية اللي معايا كلها القرنبيط. هبتدي بقى اقلبه. اول ما يحمر
هقلب الجزء التاني عشان يحمر. شايفين لونه؟ والله يا جماعة لو جربتوا الوصفة ديت، عجة القرنبيط دي مش هتعرفوا تاكلوا قرنبيط تاني الا بالطريقة دي. بقليه كده، هبتدي ان انا اطلعه لما هو يديني لون ذهبي، هبتدي ان انا اطلعه. هيكون معايا مصفى عشان اصفي اي زيت يكون فيه، مش هحطه على مناديل مطبخ، لا هجيب مصفى واصفيه. هو مش هينزل زيت لان هو مش شارب زيت خالص. وبعدين يا جماعة بلاش، يعني رجاء ما تحطوش بيكنج باودر على القرنبيط. البيكنج باودر لما بيتحط بينفش العجينة وبيخليها مش حلوة. كده بعد ما خلصت كمية، هي في كمية تاني بس انا خلصت دي يعني. هبتدي بقى ان انا اعمل عجة البطاطس. البطاطس دي انا سلقاها بس سلق مش كامل عشان ما تتهرش منك. ابتدي ان انا احط البطاطس في الخلطة واحطها في الزيت. البطاطس دي كمان يا جماعة ممكن انتوا تعملوها، مش شرط يكون فيها قرنبيط، ممكن تعملوا الخلطة زي ما انا وريتها لكم وتعملوها فطار، بتبقى حلوة قوي على الفطار. هبتدي برضو اقليها زي ما قليت القرنبيط. اخلص بقية الكمية وهوريها لكم في الاخر. برضو انا مخليه يحمر برضو، بكون واخدة بالي علشان ما يتحرقش مني. شايفين اللون ذهبي وجميل ازاي، وطعمها حلو قوي. اللي مجربش عجة البطاطس دي يا جماعة فايته كتير. كده بعد ما خلصت، دي عجة البطاطس حلوة قوي، وده القرنبيط مستوي ولا معجن ولا ني ولا في اي حاجة. معلش البطاطس السخنة قوي، ودي البطاطس. وكده يا جماعة يبقى وصفتنا خلصت. يا ريت بقى تجربوها، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معاكم مدام منى من مطبخ عالم الطبخ مع ليلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.